يا مساء الخير، وحشتوني جدا. الفيديو بتاع النهاردة بقى مهم جدا جدا للناس اللي طلبت مني تغطية الشيب بدون سحب لون، وسريعا كده بعبوات صبغة مختصرة وجميلة كده، ونغطي الشيب خالص. معانا حالة شيب عنيدة متعددة الألوان. طبعا بتعمل في شعرها كتير أشقرات، وطالع أسود وطالع أشقر وطالع أبيض كتير جدا بنسبة 100% و75%. من ورا، من قدام كانت النسبة أعلى كتير. الشعر زي ما احنا شايفين متهالك، يعني ما كانش ينفع معانا نسحب لون أو غيره. دايركت كده على طول رحنا جبنا 8.7 وجبنا 7.00 أشقر متوسط طبيعي مركز، وأشقر فاتح شوكولاتة، أو وكمان أوكسدانت 10% عشان يغطي معانا الشيب تغطية كاملة. طبعا من صبغة بيس النباتية بتغطي الشيب تغطية عالية جدا، كمان بترطب الشعراية. اخترت لها النوعية دي علشان بترطب الشعر كويس قوي. حطينا كمان معاها نقطة زرقاء، لو انت عايزة تحطي نقطة مصحح أزرق تمام، مش حابة خلاص اختصري وحطي الرقمين دول مع بعض. تقدري كمان تصبغي 700 لوحده بأوكسدانت 10%، هيكون قوي جدا على الشعراية وهيديكي لون بني. لكن احنا حبينا ندي انعكاس لون كده علشان اللون يبقى شكله لذيذ. معايير الصبغة بتاعتنا اللي هي بيس النباتية عيار قصاد عيار، يعني بنحط الأوكسدانت قد الصبغة بالظبط. هنا كنا في كورس وكنا بنوري المتدربات عندنا ازاي نقدر نصبغ الشيب. وحركة الفرشة مهمة جدا يا جماعة اللي انا بعملها دي، لان الحركة دي بتفتح حراشف الشعراية وتخلي اللون يستقبل بسرعة جدا، افضل من انك تعمليه بطريقة تانية. خدنا مراية الشعر داير ما يدور من الجنبين، وبعدين اخدنا المراية الامامية كلها طبعا، وبعد كده بدأنا نوزع صبغتنا وغذينا الشعر بالصبغة كويس قوي. بناخد الشعر زي ما انت شايفة بتقسيمة الاربع تربع دي، علشان خاطر نقدر نعمل الصبغة تتغلغل في كل منابت الشعر. بعد كده بدأنا من الأمام، لأن نسبة الشيب كانت أعلى من الأمام، فاشتغلنا من الأمام للخلف. شوفوا يا جماعة، الصبغة دي هتطري لك شعرك جدا، هتغطي الشيب من أول صبغة على طول. يعني تقدري تجيبيها وانتي مطمنة، وهبقى اكتب لك في الكومنتات اللينك بتاع الصبغات تشتري ازاي وتجيبيها ازاي. كمان بتطري الشعراية جدا. هنا زي ما احنا شايفين كده خلصنا توزيع، سيبناها تقريبا 50 دقيقة. انت لو ست بيت سيبيها 50 دقيقة على شعرك، او اقل شوية لو نسبة الشيب اقل. بعد كده اغسليها طبعا بالشامبو والبلسم ورطبي شعرك. الموضوع سهل وبسيط خالص. تقدري تعمليها في المنابت لما تطلع فقط، ولو شعرك بالحالة دي تغطي اللون وهتديكي الوانات حلوة قوي، لان الفواتح نفعتنا تحت. حتى لو غوامق هي بتديكي الوانات بنية جميلة جدا. ولو شعرك اسود بيور هتفتح لك درجتين او 3 درجات عن الشعر الطبيعي. يعني في كلتا الاحوال نقدر نستخدمها بكل بساطة. هنا زي ما احنا شايفين بقى وزعنا الصبغة وسبناها تقريبا 50 دقيقة على الشعراية، وبعد كده غسلنا. انا بشوقكم للنتيجة لان النتيجة بجد كانت رائعة. بعد ما عملنا استشوار وفير كمان صبغتنا ثابتة جميلة، مش بتروح بسرعة من الشعراية زي ما احنا شايفين كده، بجد رائعة يعني. كمان الكلاينت كانت مبسوطة جدا، والناس في الكورس كانوا منبهرين بنتيجة الصبغة، لأن بجد نسبة الشيب كان شيب قاسي وعنيد، يعني الفتلة اللي هي السميكة شوية. نشوف اللون مع بعض كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش طبعا ان انتي تكتبي لي الكومنت الحلو ونفسك في الوان ايه من غير سحب لون، لان ده اللي هشتغل لكم عليه المره الكورس الفيديوهات الجايه. كنت بقول لكم الكورسات الجايه، معلش بقى اخر الليل ولسه راجعه من الشغل. عشان تشوفوا احلى الوان. هنا كنا لسه بنشوف النتيجه بنكشف عنها، كان لسه شويه، كان فات تقريبا تلت ساعه بس، كانت غطت بنسبه كبيره جدا الشيب. يعني الموضوع كان ابسط وسريع جدا. سبتها 50 دقيقة كاملين بصراحة علشان خاطر أضمن إن الشيب اتمسك وبقى كويس جدا. نروح نشوف النتيجة مع بعض بعد ما غسلنا بشامبو كلاريفاين برضو بتاع بيس، اللي بيحافظ على لون الصبغة. لون جميل جدا، مايل للأشقرات كأنه مخصل، وده كان لأن عندها فواتح قديمة في شعرها. زي ما احنا شايفين كده حاجة جميلة. الشعراية كمان طريت معانا قوي بدون ما نقص، ولكن كان الشعر محتاج قص لأن الشعر تالف شوية. النتيجة جميلة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، ونكتب الكومنت الجميل نفسك في ألوان ايه بدون سحب لون، وحاول أعمل لكم أكبر قدر من الألوان علشان خاطر تتعلموا كل ما هو جديد. وكمان علشان الأعياد داخلة ورمضان داخل، ونقدر نعمل ألوانات بسيطة وسهلة وسلسة في البيت. وده بناء على طلبكم، لأن ناس كتير بتطلب مني الفيديوهات بدون سحب لون. أتمنى لكم كل خير، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. رمضان مبارك.